زنوبيا اف ام تقدم اللقاء المفتوح. الإعداد والتقديم خالد الطالب. تنسيق الاتصالات أسامة خليل. التنفيذ سناء العلي. زنوبيا اف ام واللقاء المفتوح، وهذه تحية من المخرج طلحة مهرات. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مع بداية هذه الحلقة الخاصة من برنامج اللقاء المفتوح. وطبعا في البداية كل التحية، تحية الإجلال والإكبار لكل المعلمين بناة الأجيال، معلمي هذا الوطن. وطبعا بهذه المناسبة يسرنا أن نرحب بأحد المعلمين الذين كان لهم بصمة في حياتنا التربوية. بدي رحب بالأستاذ معيوف دياب، المعلم أولا وأمين فرع طلائع البعث وعضو مجلس الشعب. مرحب فيك، نورت استوديوهات إذاعة زنوبيا أستاذ معيوف. حياك الله، أهلا بك وبإذاعة زنوبيا الجميلة التي يعشقها أهالي حمص وكافة مستمعين إليها، وكل عام وأنتم بخير، ووطننا الغالي وجيشنا الصامد بألف خير. كل عام وأنتم بخير. ضيف الله أحسب الروح، اي والله يا هلا بالضيف. ضيف الله أحسب الروح، اي والله ما بنرضى تروح من عنا، ما بنرضى تروح، لا والله ما بنرضى تروح، لا والله. هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح، اي والله ما بنرضى تروح من عنا، ما بنرضى تروح، لا والله ما بنرضى تروح، لا والله. يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح، اي والله ما بنرضى تروح من عنا، ما بنرضى تروح، لا والله ما بنرضى تروح، لا والله. يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح، اي والله ما بنرضى تروح من عنا، ما بنرضى تروح، لا والله ما بنرضى تروح، لا والله. مرت أيام على الفرقة أشكي وأنعي من الحرقة، مرت أيام على الفرقة أشكي وأنعي من الحرقة، بلهيب الشوق محترقة أندر ودعي من الفرقة. عالديري الله جابك ردك من طول غيابك، وأنا دخيل الله، وأنا دخيل الله. هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح، اي والله ما بنرضى تروح من عنا، ما بنرضى تروح، لا والله ما بنرضى تروح، لا والله. مشتاقة كتير مشتاقة، طفي قلبي مشتاقة، مشتاقة كتير مشتاقة، طفي قلبي مشتاقة، من بعد فراق نتلاقى، يفرح قلبي ونتلاقى. عالديري الله جابك ردك من طول غيابك، وانا دخيل. وطبعا يا هلا بالضيف، بضيفنا اليوم باللقاء المفتوح الأستاذ معيوف دياب. مسيرة طويلة من التعليم، من التنقل بين المدارس، الطلاب الذين الآن أصبحوا رجالا، ويعني هذه المسيرة الطويلة. والآن طبعا يعني سادك شاب أستاذ معيوف، يعني حياك الله. على راسي.
يعني بعد هذه المسيرة هل أنت راض عما قدمت؟ هل أنت نادم على هذه المهنة أم أنك فعلا لو عدت إلى الوراء لاخترتها ذاتها؟ أولا كل عام وأنتم بخير، وأنت بخير يا رب. والرحمة لشهداء جيشنا العربي السلمي والمدنيين وشقائق النعمان تزهر على أضرحتهم، ودماؤهم هي الخير والبركة والقمح الذي نحتاج إليه. نحن كمعلمين سألتني سؤال وأجيبك بأنني لو عدت حاليا إلى الشباب لما اخترت إلا أن أكون مدرسا ومعلما. نعم. لأن هذه المهنة تترك البصمة، بصمة الخير للأجيال التي نطمح إلى تربيتها، لأن على عاتقها يقع بناء سوريا التي نخطط لها، سوريا الخير، سوريا المحبة، سوريا السلام. أما المسيرة التي يمكن أن أوجزها بأنني من عام 1979 إلى اليوم وأنا أعمل في مديرية التربية. بقيت في مديرية التربية كعامل، كرئيس دائرة أو معاون مدير التربية ومكلف كمدير تربية مدة 27 عاما. نعم. هذه الأيام التي قضيتها كل يوم كان في شيء جديد، سواء مع زملائي المعلمين أو مع أبنائي الطلاب أو مع الأهالي الكرام. كنا نحن نتواصل بشكل يومي مع مدارسنا لنقف على الأمور التي تعرقل سير العملية التربوية لنتجاوزها ونخطط للأيام المستقبلة. طبعا وهناك رديف لنا هو الآباء والأهل، كنا نتعاون معهم بشكل يومي. وأنا في هذه المناسبة أقدر عاليا كل الجهود التي بذلها الزملاء المعلمون في سبيل إنشاء جيل حضاري يؤمن بأن لسوريا دورها الفاعل في المستقبل. وأقدر أيضا عاليا جهود الأهل التي بذلوها، لأننا نحن والأهل شركاء في تربية أبنائهم في المدرسة، لأن المدرسة هي البيت الثاني. البيت الأول هو المنزل والمدرسة هي البيت الثاني. كنا نحاول من خلال عملنا بالتعاون مع فريق عامل، سواء الموجهين التربويين أو زملاء مديري المدارس أو العاملين في مديرية التربية الدولة الفرعية والوزارة والجهات الأخرى التي تعنى بالعملية التربية، نتعاون لتهيئة بيئة نظيفة في المدرسة لبناء الجيل الجيد. دائما نقول اسأل الله على أيام زمان أستاذ معيوف بالنسبة للتعليم، أنه يعني هل أنت كونك واكبت هذه المرحلة بالتعليم، هل أنت مع هذا هاي اسأل الله أنه كيف كان التعليم، كيف كان ينظر، يعني نحن الطلاب كيف كنا ننظر للمدرس المعلم للأستاذ، وكيف الآن النظرة للأستاذ المعلم، وكيف كانت المناهج، وكيف كانت، وطبعا هي تطورت أكيد مع تطور الزمن، لكن آلية التعليم هل تغيرت؟ لا شك التقانة بدأت تظهر دور كبير في العملية التربوية. التطور الحضاري أصبح العالم قرية يمكن أن تشاهد فيها كل ما تريد على مستوى العالم وأنت تجلس على بنفس اللحظة، بنفس يعني. دقيقة آنية. نعم. هذا أثر على سلوك الطلاب وعلى ذويهم، لكن كان المعلم وما زال هو القدوة الحسنة. المعلم الناجح الذي يمتلك القدرة على أداء المعلومة الصحيحة ما زال هو الأساس. لكن للأسف أن هناك بعض العاملين ولا يعني وهم قلة، نعم. جاءوا إلى مهنة التعليم عبارة عن وظيفة. وهنا أنا أريد أن أقول لك، من جاء إلى أي عمل بالهواية بالإرادة الصحيحة التي يريدها يعطي بالحماس. صح. نعم. بالحماس. أما من أراد هذه المهنة كوظيفة يؤدي يقبض الراتب هذا الراتب، نعم. هنا يبدأ الفرق بين المعلم الجيد والمعلم الذي جاء فقط ليعمل. لكن بالمجمل المعلمون والمعلمات هم اختاروا الطريق الصحيح. أنت تقول لأنني كان سابقا وكان لا، المعلم هو ما زال معلما. لكن النظرة إلى المجتمع، في نظرة المجتمع إلى المعلم الآن بدأت بعض الشيء، لنكون صريحين، أن المعلم كمعلم يقاس على الراتب المادي. نعم. لكن المعلم ليس هو الراتب المادي، إما المنتوج التربوي في بناء الإنسان هو الناتج ينظر إليه. نحن عندما نقول أننا نربي الأجيال نبذل كل ما يكون في أنفسنا، نطلع. المعلم بحاجة إلى تطوير أساليب عمله، وهذا ما عمدت إليه وزارة التربية منذ بالسنوات الأخيرة. بهالسنوات الأخيرة عمدت وزارة التربية إلى إنشاء طرائق جديدة ومناهج جديدة تتواكب مع التطور الحضاري، وعدت أيضا الزملاء المعلمين لإخضاعهم لدورات كبيرة من أجل يواكبوا تطور هذه المناهج. سنتابع الحديث، ولكن الآن معنا السيدة بشرى سعد
بشرى الحسن. بشرى الحسن، أهلا وسهلا فيك، تحياتي إلك. أهلين وسهلا. يعني ضيفنا هو الأستاذ معيوف دياب، واليوم هو يوم المعلم، يعني ما بدنا نقول يوم المعلم. عفوا، بجوز أنت مين؟ بشرى الحسن هي مديرة البيئة هي. أنا مديرة البيئة. نعم مديرة البيئة، نعم معنا الأستاذ معيوف دياب. أهلا وسهلا. وهو طلبك بالاسم يعني مشان ايه متعاونين احنا وياه بشكل نتشارك. دائم. أهلا وسهلا. يعني هذه رفيقنا معيوف. أهلا وسهلا فيك. طلع البعث والمعلمين، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. يعني نحكي عن هذا التعاون المثمر بيناتكم، والذي يعني أيضا ينعكس على هذا الجيل. حقيقة يوجد تعاون كبير بين وزارة البيئة وممثلة بمديرية البيئة بمحافظة حمص ومنظمة طلائع البعث. نعم. قمنا المفهوم تشاركي بين مديرية البيئة ومنظمة طلائع البعث. قمنا بحملات توعية بالتعاون معهم لتمكين الشباب واليافعين والطلائعيين وتعزيز مشاركتهم في صحة البيئة. نعم. قمنا بالعديد من المبادرات، زيادة المساحات الخضراء في المدارس، القيام بنشاطات وتوعية ومبادرات وحملات نظافة مع أغلب الوحدات البيئية الموجودة في المدارس. طبعا نحن لا نقول أن الشخص هو الذي يمثل المؤسسة، بل المؤسسة هي الذي تمثل أكيد الشخص. أكيد. يعني كيف وجدت تعاون الأستاذ معيوف مع كل هذه الخطوات وكل هذه المبادرات؟ والله كان رفيقنا معيوف يعني كان هو صاحب أفكار ومبادرات دائما. مبادرات كنا نستفيد من خبرته دائما. هو كون منظمة الطلائع على تماس واحتكاك يومي مع الأطفال والطلائعيين، فكنا نستفيد من توجيهاتهم، من ملاحظاتهم، وكان المبادرات حقيقة كنا نستفيد من طروحاتهم. نعم. لا نقدر ندخل كمديرية بيئة أو كوزارة بيئة ضمن مفهوم الطفل، هن أقرب للطفل منا نحن. نعم. فما كانوا مشاركين، كانوا هن أصحاب البيت. نعم. طبعا بدي أشكرك جزيل الشكر سيدي بشرى الحسن. نعم عفوا، بستغل حديثي تفضلي. لأتوجه أول بالمعايدة لكل معلمين بنات الأجيال. كلنا نحن نستفيد منهم، كل عام وهن بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير. وبتشكر رفيقنا معيوف دياب بهالمناسبة على دعمه لنا ووجوده معنا ومشاركته معنا كل الفعاليات بتقوم فيها المديرية. بدي أشكرك، وكمان بدي أقول لك إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. شكرا جزيلا. هلا بيكي أستاذ معيوف. يعني كنا عم نحكي عن المعلم. يعني المعلم بهذا المعاش، بالمصري بيقولوا عنه معاش أو الراتب أو ما يستطيع أن يحمل وزره خلال شهر من يعني وعكاهله كمان من نفقات للبيت والأسرة وإلى آخره. هل تعتقد بأنه ما زال لديه هذا الحماس، ما زالت لديه هذه الطاقة لأن يقدم الشيء الأفضل لديه للطلبة؟ ولا أنا الآن أسألك كعضو مجلس الشعب بقى. طبعا. يعني بعيدا عن يعني أنت معلم وعضو مجلس الشعب وأمين فرط، يعني على الالتصاق دائم بالمعلم، هل ما زال فعلا عنده هذا الحماس؟ لنتحدث بكل صراحة. بكل صراحة طبعا. أولا عندما نلتقي بزملاء المعلمين في الوحدات في مدارسنا نشاهد أنهم يعملون بشكل جدي ونشاط دؤوب. بجوز بس قدامكم لأنه أنتم يعني لا المعلم من يتصنع الفعل يمكن أن يظهر عليه يعني يكتشف. نعم. والخبرة يمكن لكن المعلمون والمعلمات حقيقة في هذه الفترة يظهرون بأنهم سوريين حقيقيين. كما الجندي يقاتل في الحدود أمام هؤلاء الإرهابيين، المعلمون في مدارسهم وفي صفوفهم يعطون كما الجندي، يشعرون بأن عليهم مسؤولية أيضا في بناء الجيل كما الجندي يدافع عنه. أما بشأن الراتب أنا أقول لك ربما لا يكفي الراتب لا يكفي، لكن هم لا يقف المعلم عند الراتب، لا يكفي ولا يعطي في الدرس، فهو يعطي لأن عليه واجب. يا ساتر أما يا ساتر. خلينا كوننا عم نناقش هاي النقطة وأنت قلت بصراحة بدنا نحكي بقى. بصراحة نحن بصراحة يعني يا أستاذ أنا عندما أكون مديون، عندما أكون غير قادر على تلبية طلبات البيت، يعني الزوجي والأولاد وكذا، يعني أنا كيف بدي أكون مرتاح؟ كيف بدي أرجع على البيت وأنا أو كيف بدي أروح على المدرسة بهاي الحماس وبهذه الطاقة؟ خلينا نكون واضحين.
أولا عندما أقول لك أنا يعني طالبنا العامل في النفسي يلعب دور سلبي أعود إلى عامل مجلس الشعب الذي تقول نحن طلبنا نعم. في مجلس الشعب أن يزيد راتب الزملاء المعلمين كما قواتنا المسلحة، ووعد السيد وزير التربية والسيد وزير المالية بأن يكون هناك زيادة للحصة الدرسية التي يقوم فيها مدرسون وللمعلمين الوكلاء. نعم. لكن لو لاحظت أنت في هذه الرواتب من 2002 وإلى الآن، لاحظ كم مرة زادت هذه الرواتب. بالتأكيد. وأقول لك لو أن هذه الظروف لم تخلق لسوريا وهذا العدوان الذي جاءنا، لكان المعلم هو في الدرجة الأولى من ناحية الراتب. لكن الظروف الحالية يمكن أن نعمل فيها بكل طاقتنا بدون النظر إلى الحاجة المادية التي أنت تشير عليها، والمعلم يدرك أن عليه رسالة أن يعطيها بمقابل أمور إن كانت عليه ديون أو غير ديون، لأنه يدرك بالواجب عليه أن يقوم بواجبه الذي اختاره هو بدون النظر إلى الحالة المادية. طب أستاذ معيوف، يعني أريد أن أطرح سؤالا هنا هيك جوهريا، وقد لا يكون مكانه الآن ولكن يخطر ببالي وأريد أن أطرحه. يعني هذا الواقع الذي نعيشه الآن منذ 6 سنوات، ومعظم من شارك بالأعمال يعني الأعمال السيئة خلينا نقول عنها هم من الشباب، ومعظمهم خريجين مدارس وتعلموا في هذه المدارس. هل هناك خطأ في التعليم كان؟ هل هناك خطأ في التلقي لنوصل لهذه المرحلة؟ يعني يكون عندنا شباب بهذه العقلية يعني المتحجرة خلينا نقول. أنا أقول لك بكل صراحة وشفافية، كان هناك تقصير. يعني أين كان دور المدرسة؟ كان هناك تقصير نعم. من كل الجهات، سواء التربية أو المساجد أو الكنائس أو الأسرة أو البيت حتى. أنا نعم. الأسرة نعم. أقول نعم. لك أنا نعم. الأسرة. نعم. نعم. لأن كان هذا الضخ من الثقافات التي ترد إلى الأبناء في هذه الفترة كانت كبيرة جدا، سواء الإعلام المضلل أو الكتب المضللة أو الإنترنت التي تشاهده، زرعوا في أذهان أبنائنا قضايا لم نكن نعلمها نحن ككبار. نعم. وبدأت هذه الأمور تظهر في تصرفاتهم وسلوكاتهم اليومية. نحن كتربويين نقول أن الفكر التكفيري الذي جاءنا لا يمكن أن نهزمه أو نتغلب عليه إلا بفكر إصلاحي جديد وسطي معتدل. نعم. معتدل. نعم. وهؤلاء الذين جاءونا من الخارج هم غايتهم فقط هدم الإنسان السوري والحضارة التي وصل. لو تركونا، صدق، لو تركونا من عام 2002 إلى اليوم، لا سوريا لسبقت دول الشرق الأوسط كاملة بهذه النهضة العلمية. نعم. بهذه النهضة العلمية التربوية في المناهج وفي إعداد المعلمين. لكن هم أرادوا أن تكون خط سوريا غير الخط الذي هي تسير عليه، اختاروا طريق الضلال. أما الآخر الشباب الذي تسأل عنهم، ثقافتهم هذه جاءتهم عبر الوسائل اللي غرروهم. من نعم. احتاج إلى نعم. المال غرروه بالمال. نعم. ومحتاج إلى وسائل. كل الدراسات جاءت واحتاجوا كل طبقة وكل فئة وكل حي كان فيه أولئك ناس مضللين وضللوا هؤلاء الشباب. الآن بعد أن أدرك هؤلاء الشباب يتصلون، كثير منهم يتصل: نحن ضلينا الطريق، يجب أن نعود، اسمحوا لنا، سامحونا، أخطأنا. ومراسيم السيد الرئيس تظهر أن الشباب هؤلاء سيعودون إلى طريق الصواب، الطريق الذي خانوا به بلدهم الذي تعلموا فيه. يعني أنا أقول لك، أنا شخصيا لولا ثورة آذار المجيدة التي نعيش أفراحها لما كنت أنا حاليا في عضو مجلس الشعب. أقارب كلهم حاليا في البادية رعاة أغنام، وأنا أولادي تخرجنا من الجامعات. نعم. هذه هي سوريا. لا تنظر. وأنا لا أقول لك أن السبب التعليمي هو القفزة التعليمية، النهضة التربوية التعليمية التي شهدها قطرنا منذ استلام السيد الرئيس بشار الأسد سدة الحكم، هي سبب الثاني بعد مقاومتنا للإرهاب، سبب هذه الهجمة علينا، لأنهم لا يريدون أن نكون في الصف الأول. يعني أنا نقول لك في البادية على مستوى المدارس لا يوجد تجمع فيه 10 أطفال في حمص أو في سوريا إلا فتحت فيه مدرسة متنقلة. نعم. يعني تعجز عنه أي دولة في العالم. وأنا أقول لك حادث يمكن أن يدري فيه الجميع. هناك
أنشئت مدرسة لأبناء البدو الرحل في مدينة تدمر الذين لا يمكن أن تصل إليهم المعلمين، مدرسة خاصة يدخل فيها الطالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، مرحلة التعليم الأساسي، تؤمن له الدولة اللباس من كافة أنواع اللباس من قدمه إلى رأسه، والداخلي والخارجي والطبابة والأكل والطعام على حساب الدولة. وجاءنا وفد من هؤلاء الأمريكيين الذين يدعون الديمقراطية والتقانة في العلم يزور هذه المدرسة، ومعه زميلي إبراهيم وجه اختصاصي. عندما ترجمت قال: كم يكلف هذا الطالب، يدفع أهل هذا الطالب لكم كدولة؟ قال له: هذا مجانا على حساب الدولة. قالت: مستحيل، هؤلاء يعني في النبلاء، قامت النبلاء في أمريكا يضعون أبنائهم في مدارس داخلية. شرح لهم، قلت له لزميلي إبراهيم موجه اختصاصي وحاليا موجه اختصاصي يسأل عن هذا الأمر: نحن هذه الدولة أمنت هذه المدرسة لهؤلاء الذين ترى فيهم في المستقبل أنهم أن يكونوا، تجد فيهم العالم وتجد فيهم الشاعر وتجد فيهم المثقف والطبيب، لأن لهم أيضا دور يجب أن يؤدوا تجاه هذا البلد سوريا. نعم. معنا السيدة هزار الدقس عضو مجلس الشعب، مرحب فيك ست هزار. سيدة هزار يمكن انقطع الخط أو التواصل معها كونه طولنا، نبهوني أنه قبل بوقت أنه صارت معنا ست هزار. يعني هذا يدل على عكس ما وصلنا إليه. يعني هذا المفروض أن يأخذنا بالطريق الأكثر تنويرا، مو الأكثر ظلامية أستاذ. هذا الذي نحتاج إليه الآن، التنوير. نعم. نحن في التربية، وأقول لك أن وزارة التربية لديها مصفوفة رائعة قدمها السيد وزير التربية، هذا الإنسان النبيل الذي نلتقي فيه كل يوم ونتعلم منه، والذي يمكن أن أقل ما يمكن أن يوصف به أنه إنسان وطني. قدم هو وفريق العمل مصفوفة تربوية رائعة، درس الأزمة ودرس الأسباب، ثم وضع الحلول التي يمكن أن تؤدي بهذا الجيل إلى الطريق الأفضل. ونحن علينا أن نتعاون مع خطة وزارة التربية التي وضعتها للتخلص من هذه الأزمة، لأنها منعكسات هذه الأزمة على الأجيال هي كبيرة. ندرك احنا في العمل سنتحدث بتفصيل بهذا الموضوع، لكن حتى ما تضيع منا مرة ثانية السيدة هزار الدقس عضو مجلس الشعب، بنرحب فيك ست هزار، كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير يا رب. تسلم. تحياتي إليك. الله يسلمك. طبعا بهذا اليوم يعني نتحدث عن المعلم المدرس، يعني عن بناة الأجيال بشكل عام، وأنت واحدة منهن يعني. ومعنا أيضا يعني مثال يحتذى به الأستاذ معيوف دياب. أهلا وسهلا. نحكي عن هذا وانت بخير. نحكي عن هذا اليوم، ماذا يشكل لكم؟ طبعا أكيد نحن بالبداية أكيد نحن بنقول بمناسبة أعياد آذار المجيدة بنقول كل عام وانتم بخير لأبطال ثورة الثامن من آذار، ولكل معلم ومعلمة كل عام وانتم بخير. أكيد وجيشنا العقائدي بنقول له اللي عم يسطر انتصاراته كمان بنقول له كل عام وانتم بخير، والوطن وقائد الوطن إن شاء الله دائما بألف خير. أكيد نحن المعلم ما بننسى فضله، ولا بننسى أنه هن بناة الأجيال اللي عم بيقدموا أقصى ما عنده لأنهم يقدموا العلم والمعرفة لأجيالنا. فنحن بنجل لهم كل الإجلال والاحترام والتقدير اللي هالشمعة اللي عم تنور دروب الأجيال. أنتوا يعني أنت زميلي للأستاذ معيوف دياب في تحت قبة مجلس الشعب وفي حمص. نعم. نحكي عن هذه العلاقة، يعني ماذا تقدمون لهذه المدينة، وهذه المدينة اللي اختارتكم لأن تكونوا ممثلين لها كصوت للشعب؟ أكيد طبعا نحن ما رح نوفر ولا نبخل على إن كان مواطننا السوري ولا كانت أجيالنا إنه بأي شيء بخص في مجال التربية. ونحن كان في أكثر من لقاء لنا بمجال لجنة التوجيه والإرشاد، والزميل معيوف دياب بيعرف القصة هي، وناقشنا مع السيد وزير التربية المصفوفة اللي وضعتها أو خطة وزارة التربية، وناقشناها يمكن بند وما وفرنا أي قسم فيها. ونحن كنا أعضاء مجلس الشعب إذا كنا عم نحكي بهموم العامة على مستوى القطر العربي السوري ولا كان بشكل خاص لمستوى محافظة حمص. نعم. مناقشة أي قضية تربوية بتخص أو بتنهض بعملية تربوية في مجال عمل المحافظة ما بخلنا فيها يعني. نعم. ولا رح نبخل يوم فيها. بالنسبة للمرأة المعلمة،
يعني وأنت يعني لا أعرف إذا كنت لا زلت تعملي في اتحاد النسائي بحمص طبعا. أم لا. يعني نعم. المرأة المعلمة، يعني هلا الرجل المعلم بيروح على شغله بيرجع على البيت يعني لازم يلاقي أكله وشربه وكذا، لكن المرأة المعلمة يعني تحمل يعني أكثر من وزن، من ثقل، هو التعليم والعودة إلى البيت ومراعاة أمور البيت. فكيف ممكن نحن نخلق هذا التوازن ونجعل هذه المعلمة متوازنة في المدرسة وفي بيتها؟ يعني أنا هذا السؤال، يعني أحيانا نسمع وفي مشاهدات انه مثلا المعلمه بتجيب مع الفاصوليه بتساوي بقلب المدرسه، او البامي، او بتحفر المحشي بالمدرسه، واحيانا احنا بنبرر هذا الشيء يعني هي حياتها بالنتيجه. فانتوا هل كيف ممكن تعدلوا من صوره المعلمه بحيث انه فعلا هي تكون متوازنه؟ هلا انا صحيح كمان نسيت اني بدي اقول لك انه نحن كنا قبل نعم. ايام عم نحتفل اكيد بيوم المراه العالمي نعم، اللي بنجل وكل عام لامهات. وانتم بخير. ابدا ابدا، وانت بالف خير للام المراه العربيه السوريه، نعم. بنجل لها كل التقدير والاحترام، والامهات وذوي الشهداء اكيد كمان من فينا لهم كل الاحترام والتقدير. نعم. بس نحن اكيد كاعضاء مجلس شعب تحت قبه المجلس، اكيد نحن دائما شغلنا وعملنا حتى بلجنه المراه والاسره والطفل لاستصدار او للخوض مع الوزارات باستصدار قوانين تستطيع ان من خلالها المراه ان تكون لها الدور الفعال في المجتمع، وخصوصا هي اليوم تبني الاسره وتعلم وتربي وتنشئ، فلها الدور الكبير. فلذلك ايضا لنا الدور الكبير في العمل على استصدار بعض القوانين او التشريعات التي تفيد من تطوير عملها، وانه نحن في المراه في سوريا وصلت الى مجالات كثير كبيره ونحن بنعتز وبنفتخر فيها، وكانت سند كبير للرجل في خندق واحد في خصوصا بالحرب او الازمه اللي بتتعرض لها سوريا. فكمان المراه نحن لازم نشد على ساعدها، نمكنها ان كان اجتماعيا، ان كان ثقافيا، ولا ان كان تربويا، لانه هي اليوم لها دور كبير بالمجتمع. نعم. طبعا نحن بنحيي كل نساء سوريا ونساء حمص لما تحملنا ويتحمل من أعباء، وطبعا كلهم أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وحبيباتنا يعني وبناتنا، فيعني لهم كل الاحترام والتقدير. بدي أشكرك ست هزار الدقس عضو مجلس الشعب لمشاركتك معنا ببرنامج لقاء المفتوح، وطبعا ضيفنا دائما هو الأستاذ معيوف الدياب بهذه الحلقة. ونحن نشكركم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء. أستاذ معيوف، ما عم نقدر ناخذ أغاني لأنه الحديث متواصل. يعني هذه المصفوفة ماذا ستقدم لهذا الجيل الذي بتنا فعلا نخاف عليه جدا، وأقصد بهذا الجيل الابتدائي الذي عاصر هذه الأزمة الرهيبة. طب فقط لتعقيب على قضية الأمر الذي طرحته مع زميلتي هزار بأن المعلمات يأتين إلى المدرسة ومعهم فاصل. نعم. يعني أرجو أن بعض يعني حتى البعض هذا الذي تقول عنه. نعم. يجب أن يعي الجميع أن هناك دروس مهنية اسمها في التعليم. نعم. يعني تطبيق عملي. يمكن أن تأتي المعلمة للطالبة كيف تصنع الفصل، تطبيق عملي. ممكن. يمكن أن تعلمها كيف قضية الطبخ. نعم. يمكن أن تعلمها كيف، يعني هناك دروس مهنية وليعلم الجميع أن الطالب عندما يقوم هو بهذا العمل يمكن أن يرسخ في ذهنه. نحن نعمل إلى التربية المهنية أكثر. نعم. لأنها ترسخ في ذهن الطالب لأن الطالب هو محور العملية التربوية. نعم. ولذلك يسأل عندما تأتي المدرسة بقضية باذنجان أو فاصولية أو بندورة، يتحدثون عن أن المعلمات يقومن بهذا ولا يقومن بالتدريس. نسي الأهالي أن هناك دروس منهجية يقوم بها المعلمون والمعلمات. رح مرق لك إياها أنا أستاذ معيف. نعم. هذه هي الآن. أما بشأن المصفوفة التي قدمتها وزارة التربية بشأن الحالة التي يمكن أن نخلص فيها أبناؤنا الطلاب من هذه المحنة التي وجدوا فيها ولا ذنب لهم، هم أطفال لا ذنب لهم، وجدوا أنفسهم في هذه المرحلة التي فيها تكالبت الأعداء على سوريا لأنها هي رمز المقاومة، هي البلد الذي بدأ في الطريق الصحيح للنمو الحضاري. نحن
في وزارة التربية وفي منظمة طلائع البعث بدأنا إلى إعداد نشاطات وجديدة بالتعاون مع كل المنظمات والجمعيات الأهلية والوزارات الأخرى، سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة البيئة أو وزارة الصحة أو حتى وزارة الأوقاف أشركناها، لأننا يجب أن نبتعد عن هذا الخطاب الديني المتعصب الذي يعمد إلى الإقصاء. نحن كلنا شركاء في سوريا، ولا يمكن إلا أن نكون مع بعضنا البعض لنجنب أبنائنا الأنشطة الثقافية، ثم الأنشطة المسرحية، ثم هناك أنشطة فنية ورياضية. نحن بهذه الأنشطة التي نتعاون فيها مع كل، سواء بالمحاضرات أو ندوات أو نشاطات ميدانية في الصف أو في المراكز الثقافية أو في الواحات العامة. بدأنا ننطلق إلى الواحات العامة، الحدائق العامة والمراكز الثقافية. كل هذه من شأنها أن تجنب وتمحو من أذهان أبنائنا الطلاعين أو أبنائنا التلاميذ، نقول تبعات هذه المرحلة السيئة التي سنتجاوزها إن شاء الله بفضل انتصارات جيشنا وتضحيات أبنائنا المدنيين والعسكريين. وأريد أن أقول وأنا أريد أن أعقب بكلمة واحدة. يعني نحن الآن بحاجة، هذا الجيل الذي سيخرج يعني من بوتقة هذه الأزمة جيل مخيف. يعني لا يمكن أن، يعني لدينا أولاد ونراهم ونتابعهم، ولذلك يعني يرجى التركيز على مبدأ الأخلاق. يعني الأخلاق أنا برأيي أهم من العلم في البداية، وخاصة ونحن نعيش هذه المعمعة وهذه الأزمة. طبعا نحن فيجب أن يكون هناك تركيز كبير على موضوع الأخلاق الحميدة، السلوك السليم والصحيح. أستاذ الكريم أستاذ خالد، نحن ندرك، المعلم يدرك بأن الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. نحن نعمد الآن أنا أعطيني طالب صادق وأمين لا يكذب، أعطيك طالب متفوق دراسيا. نعم. نحن الآن الغاية لأن ندرك كما قال السيد الرئيس أن أزمتنا نحن أزمة أخلاقية حاليا. نحن هذه هي المصفوفة التي قدمتها وزارة التربية، بالإضافة إلى الأنشطة نعمد إلى زرع القيم النبيلة في نفوس أبنائنا التي تعلمناها سابقا. نحن هنا علينا بذل جهد أكبر ومضاعف في سبيل زرع هذه القيم النبيلة التي بدأنا نفتقدها من آثار هذا التقدم الحضاري الذي بدأ استعماله بالطريقة الخاطئة. كلمة أخيرة أستاذ معيوف دياب بهذه المناسبة، هل أنت متفائل بهذه المصفوفة وما يعني يدور بفلكها بإنتاج جيل أخلاقي، جيل متعلم، جيل معتدل متوازن؟ سيدي الكريم، لك ولمستمعين الكرام، أنا متفائل في كثير جدا بأننا سننتج جيلا يؤمن بأن له رسالة يجب أن يؤديها. لأننا نحن قرأنا في التاريخ أن هناك خنساء ضحت. الآن سوريا هي كل سوريا فهي خنساء. نحن لدينا آلاف الخنسوات في سوريا، ولا شك من أنتج هؤلاء الأبطال الذين يضحون سينتج ويعمل ليساعد وزارة التربية على إنتاج جيل يؤمن بأن سوريا واحدة موحدة. سوريا هي المحبة والسلام والإخاء والتعايش المشترك. نحن في وزارة التربية، وأنا أقول لك كأمين فرع طلائع، نحن سنبذل كل الجهد في سبيل أن نجنب أبنائنا تبعات هذه المرحلة السيئة، ولن يكون إلا في أذهانهم إلا المحبة والتسامح والسلام ومحبة جيشهم وتقدير تضحياته وقائدهم. طبعا في الختام أجدد التهنئة والتبريك لكل المعلمين، وكل عام وأنت بخير أستاذ معيوف دياب، ونتمنى في القادم من الأيام أن يصبح هذا الجيل هو رائد في الأخلاق وفي العلم. أنا أشكرك على هذا اللقاء، وأشكر إذاعة الزنوبيا والقائمين عليها، والتحية لشهدائنا والرحمة لهم والشفاء العاجل لجرحانا والنصر لجيشنا الباسل وقائدنا الذي صمد ربان هذه السفينة. وأرجو من الجميع
الزملاء المعلمين أن يكونوا القدوة الحسنة لأبنائهم الطلاب، وأرجو من الأهل الكرام أيضا أن يكونوا القدوة حسنة ويتعاونوا مع المدرسة، لأن بالتعاون المدرسة والمنزل يمكن أن نؤدي الرسالة وننتج الرسالة التي نطمح إليها. كل عام وأنتم بخير، وبلدنا وجيشنا الصامد وقائدنا بألف خير. كل عام وأنتم بخير جميعا مستمعينا، كل عام وأنتم بخير. انتهت حلقة اليوم من اللقاء المفتوح. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. شكرا. قدمت لكم زنوبيا FM اللقاء المفتوح. الإعداد والتقديم خالد الطالب. تنسيق الاتصالات أسامة خليل. التنفيذ سناء العلي. اللقاء المفتوح، وهذه تحية من المخرج طلحة مهرات.